يقول: ما هو ردكم على من يقارن بين أهل البدع كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ بالحافظ ابن حجر والنووي؟ يا أخي، الحافظ ابن حجر رحمه الله له قدم صدق في الإسلام وله آثار حسنة، ودافع عن الدين ودب عن السنة. وعند أهل السنة والجماعة من قواعدهم الرجل الفاضل العالم الجليل الذي له آثار حسنة وله مكان في الإسلام إذا أخطأ أو وقع في هفوة نحفظ له مكانته، لكن لا نسكت عن هفوته وعن خطئه. هل تظن أن علماء أهل السنة سكتوا عن أخطاء الحافظ فتح الباري؟ ما سكتوا، علقوا وبينوا وردوا عليه وقالوا هذا مذهب الأشاعرة، لكن الحافظ وثق في علماء ظن أن هذا هو الحق. كان هناك البيهقي والخطابي وابن الجوزي وابن عقيل والقاضي أبو يعلى، وثق فيهم، أخذ بقولهم. حتى البيهقي نفسه رحمه الله وهو من فضلاء الأشاعرة اغتر بشيخه ابن فورك الذي هو شيطان الأشاعرة بحق، كما ذكر ذلك العلماء. فلا بد أن نسير على طريقة العلماء. ماذا قال العلماء؟ ما بدع هؤلاء ولا طعن فيهم ولا أمر بإحراق كتبهم إلا الحدادية الأنجاس، هم الذين جاءوا بهذا المنهج، منهج فيه من الدمار والخراب. يريدون يسقطون كتبا وهي من أجمل الكتب وأعظم الكتب في الإسلام. نعم فيها أخطاء بينها العلماء. اعطيني شرح البخاري للحافظ ابن حجر، لما قيل للشوكاني يشرح الصحيح قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري 25 سنة وهو يجمع هذا الكتاب. انظر إلى المرويات والآثار والأحاديث والجمع بين النصوص، انظر اقرأ هذا كتاب فقط. ارجع للمطالب العالية، انظر في كم طبع الآن، قرابة 20 مجلد وهو كتاب آخر. انظر إلى تهذيب التهذيب، آخر طبعة له قرابة 20 مجلد أو 16 مجلد. لسان الميزان 10 مجلدات. هذه الكتب التي هي كما أشرت في أول الدرس الحافظ كان يحبها وكان يرتضيها، وإلا كتبه كثيرة جدا. تأتي إلى الإخوان المسلمين من أجهل خلق الله وأصحاب بدع وضلال وانحرافات وطعن في الصحابة وشركيات، ينصون على هذه الشركيات في كتبهم، وتقارنهم بالحافظ ابن حجر. ماذا قدم الإخوان؟ قدموا التحزب والطائفية والدمار بين المسلمين، دعوا إلى التكفير والخروج على ولاة الأمر. اقرأ في كتب سيد قطب وهو زعيم من زعمائهم، يكفر معاوية ويكفر أمه وأباه ويطعن في عثمان ويسقط خلافته. هذا مذهب أهل السنة ولا الروافض؟ روافض. لهذا الروافض فرحوا به في إيران، شارع سيد قطب والطابع بصورة سيد قطب. تأتي إلى تكفير المجتمعات، مليء كتابه بالتكفير، كتابه الظلال، ظلال القرآن في سورة يونس والتوبة، تكفير تكفير في تكفير. حتى المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله كافر بالله العظيم، وأشد من الكافر الأصلي. وكثير من كتبه مليئة بهذا التكفير، غير تحريف الصفات وغير الطعن في السلف والتلاعب بالآيات ووحدة الوجود التي صرح بها في سورة الإخلاص وفي سورة الحديد.